سيدي وسيادتكم، أريد أن أنبه بأن اللص عندما دخل المنزل كان في يده سلاح، يحمل معه في سلاح يثبت لنا نواياه وأنه غير متردد على الاعتداء إن لزم الأمر. كانت إضاءة الصالة جنب غرفة إسماعيل وأحمد، قام بتشغيل إضاءة الصالة، وفور تشغيلهما لهذه الإضاءة أحس هذا المجرم بالخوف، أخرج سلاحه من جيبه. والجريمة حدثت في الساعة 2:30 لشخص مصاب بطلقة في بطانة القلب. كم من الدماء سيكون نزف يا سيدي القاضي؟ هل يمكن لشخص أصيب بطلقة في قلبه أن يعيش 30 دقيقة؟ اللص الذي كان قد قام هو لدينا من الأدلة المادية عندنا إفادة صادرة من مصلحة السجون في مركا، حيث تثبت تواجد موكلي وقت وقوع الجريمة في سجن مركا. الكاميرا التقطت لنا صورة المتهم وهو يدخل إلى المنزل، وهذه هي الصورة سيادتكم، صورة المتهم عبر الكاميرا التي التقطتها، وهذه هي الكاميرا.